السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة. اليوم غادي ندويو على المخابرات المغربية والإماراتية في تركيا. المعطيات الموثوقة كتقول بأن في نوفمبر 2025 تركيا أعلنت تفكيك شبكة تجسس داخل البلاد، والتحقيق قال بأن الأشخاص اللي كانوا كيجمعوا المعلومات حساسة على قطاعات استراتيجية بحال الصناعات الدفاعية. وبعد التصريحات الأولى ذكرت الإمارات، ولكن من بعد خرجت توضيحات رسمية كتقول ما كاين حتى رابط مؤكد بالإمارات. وبالنسبة للمغرب ما كاين حتى شي مصدر رسمي ولا إعلامي موثوق كيربط المغرب بهاد القضية. كيفاش كنشوفوا هاد النوع ديال الأخبار؟ أولا، ملفات التجسس حساسة بزاف وغالبا المعلومات فيها كتكون محدودة. وثانيا، في الأول كيوقع تضارب في التصريحات، من بعد كتخرج تصحيحات رسمية. عاد السوشيال ميديا كتزيد تضخيم وكتربط أحداث ماشي ضروري عندها علاقة مباشرة. السيناريوهات الأولى إذا خرجت أدلة رسمية ممكن توضح الصورة ويبان شكون فعلا متورط، وهذا يقدر يأثر على العلاقات السياسية والتجارية بين الدول. أو لا، إذا بقات غير إشاعات غادي يبقى الموضوع فقط في السوشيال ميديا وتأثيره الواقعي محدود، غير كيزيد البلبلة. والخلاصة كاين واقع محدد، قضية تجسس في تركيا، ولكن الربط بالمغرب ما عنده حتى شي دليل دابا.